اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه وفي اتم حال. ربنا يا رب يسعدكم ويوفقكم وتفرحوا بولادكم، اللهم امين يا رب العالمين. جايه لكم النهارده بقى، بصوا، روتين بالليل وبالنهار. ربنا يعيننا في الحر والفرهده اللي احنا فيها دي. عايزه اقول لكم ان الجو كان حر خالص النهارده. الحرارة عالية يعني، تمام. فقلت ايه بالليل اغسل شوية هدوم وانشرهم. عندي شوية حاجات كده عايزة اعملهم بالليل، متراكمين عليا، ولو قعدت لبكرة قلت يعني كده لو قعدت لبكرة مش هقدر اعملهم النهار. بيبقى حر وكده، لا هخلص بالليل اللي ورايا وانام براحتي بقى، اصحى الساعة 11 12 براحتي خالص. فاستعنت بالله كده وقمت، كان بعد العشاء. غسلت شوية هدوم، وبما ان كمان عندي شوية بتنجان كده برضو عايزة اقورهم، عشان كنت عايزة اعملهم تاني يوم وكده. وعملت حاجات كتير ان شاء الله كده، هتتشجعوا في الفيديو ده كده وتتنشطوا وتخلصوا كل اللي وراكم. صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. تدعوا لأهلنا في غزة وفلسطين وكل المستضعفين المسلمين في كل مكان، يا رب انصرهم، اللهم آمين يا رب العالمين. متحرمش منكم يا رب ولا من وجودكم معايا. عايزة أرحب بكل المشتركين الجداد اللي اشتركوا معايا، والله العظيم وجودكم شرفني ونورني وفرحني بجد. بس عايزة كل تدخل كده قناتي وتشترك في القناة، تكتب لي تعليق إن هي مشتركة جديدة، ليه؟ عشان أنزل أرحب بيها الترحيب اللي يليق بيه. بصوا، بما اني تحت كده بغسل الهدوم، فاللي متابعني عارف ان انا الحمام بتاع الريسبشن تحت، والغسالة برضو تحت في الريسبشن، يعني عند الريسبشن كده. طبعا اللي لسه بقى داخل القناة، في فيديو لي على القناة يعني قريب، اللي هو جولة في بيتي بالكامل. العنوان بتاعه جولة في بيتي بالكامل، بناء على طلبكم. هتدخلوا كده القناة بتاعتي وتفروا كده في الفيديوهات هتلاقوه، عشان تعرفوا التفاصيل. بما اني بقى كنت بغسل الهدوم، فالغساله وهي بتلف طبعا لازم حد قاعد جنب منها، لان ده غساله ايه، هاف اوتوماتيك، يعني نص اوتوماتيك، فاللي هو لازم اقعد جنبها بقى، اطلع الدور من الحوض وانشف والكلام ده كله. فكنت ايه رايحه جايه بقى ايه اغسل الحمام. ما غسلش من زمان، جبت كده معجون اللهلوبه اللي انا بستخدمه، ما استغناش عنه. بس ده الصراحه اللي انا من منظفات الكتير، يعني انا ما بستعملش منظفات كتير وارص واعد واجيب، بجيب من الاخر. معجون اللهلوبه كويس جدا جدا، بينظف الدهون، عايزه اقول لكم، وبيخلي الحمامات بتبرق حرفيا، والله العظيم. لو في صدى على الاوكر بتاع الحنفيات، اللي هي الحنفيه وانت بتفتحيها وتقفليها، بيودي الصدى. ما بحبش اراكم منظفات، لا دي ودي كذا. ممكن كمان اغسل بالسجاد، وبغسل كمان بالاوكسي، فانا ما عنديش منظفات كتير. عندي ايه بس، عندي صابون السائل بغسل بيه المواعين. والسلك بقى ما استغناش عن السلك الناعم والسلك الخشن، ده الصراحة اللي بجيب منهم على طول. السلك الناعم ده بصوا بيخلي الحلل الألمونيا ناعمة، هي ايه، بتلمع. تمام. السلك الخشن بقى بدعك بيه الحمامات، اعزكم الله. فالصراحة وانا كده ايه، بغسل الهدوم، قلت ادخل كده اغسل الحمام اخلص. وكنت ايه، انا مجمعه لكم الفيديو مع بعضه، اخلص الدعك يعني في مثلا ايه الحوض والمرايه والكلام ده، واشطف واطلع اشوف الايه الغساله. الصراحه كده بعد العشاء الجو بيطر عندنا، وبيجي لي نشاط. ليه؟ انا اولادي بيناموا طول النهار، بيجوا من الدروس يناموا ويصحوا بقى طول الليل، بما انهم صاحيين مصحصحين معاهم، بيعملوا اكل وبناكل، ممكن نشرب شاي نشرب نسكافيه كده. قلت ايه، اتشجع بقى واخلص اللي ورايا بالليل. بصوا فانا بدعك بقى الحمام بمعجون اللهلوب. عندي صابون السائل والمعجون اللهلوبه، واللي هو قولوا معايا منظف اللي هو بتاع الارض دي، اسمه ايه، اللي هو معطر ارضيات. ببقى رشه كده في الحمام. طبعا المعطر ده يعني يا دوبك بيعمل ريحه حلوه، بس ما بحبش اجيب بقى منظفات كتير. الغسالة بستعمل لها برضو اللي هو الأوكسي. ولو بقى الغسيل مش نضيف خالص، بجيب كلوركس ألوان من السوبر ماركت. تمام. فمسكت الحمام الصراحة كده، دعكته وخليته بيبرق من النظافة. طبعا أنا ما كنتش عملته من زمان. بعمل بقى بغسل بقى المراية والحوض والبانيو، برضو بدعكه وبغسله كويس جدا، كل حاجة بغسلها في الحمام.
عايزاكم كده يا جماعه تحطوا لي لايكات كتير. اللي دخلت كده قناتي بالصدفه تشترك في القناه، مش هتندمي والله العظيم. اشتركي في القناه كده ونوروني بوجودك. وعايزه كل حبايبي بقى ومتابعين اللي بيتابعوا لي على طول فيديوهاتي ما تحرمش منكم يا رب ولا من وجودكم معايا. ربنا يكبر بخاطركم كده زي ما بتكبروا بخاطر بالكلام الجميل اللي بتقوله لي والله العظيم. عايزاكم تعملوا لي مشاركه للفيديو بتاعي على الفيس بتاعكم لكل اصحابكم لكل حبايبكم كده عشان قناتي تكبر وتتشاف. وكمان تحطوا لي لايكات كتير، يعني كل دخلت كده قناتي تحط اللايك وتسمع الفيديو، تسمعوه للاخر ما تخطوش الاعلان عشان خاطر يعني لو في الاعلان في موسيقى وطوا الموسيقى ويعني شاهدوا الاعلان للاخر عشان الموسيقى حرام يا جماعه. ولو في حاجات مقاطعه برضو ما قطعوا ما تشتروهاش زي البيبسي والكلام ده كله والشيبسيهات والكلام ده كله. ربنا يسعدكم ويوفقكم يا رب. بصوا انا هنا كنت خلصت الحمام دعكته كده وظبطته، وهجيب له بقى فوطه نظيفه وهرص الحاجات على المرايه، بس قلت اخدها صوره كده سريعا. وكنت خلصت كمان الهدوم وطلعت بقى نشرت. عايزه اقول لكم ان الهدوم كانوا كتار والله العظيم، بس انا بجيب لكم مقاطع كده صغيره. انا بغسل حرفيا كل يوم، انا بكلمكم كده وانا برضو لسه غاسله وخليت بنتي تنشر. فكان سبت الغسيل كتير، فقلت لبنتي بقى اطلعي معايا انا هنشر المنشر ده وانت تنشري التاني. يعني هي تنشر بقى الحاجات الحاجات الداخليه، القمصان، الكلام ده كله. فهي خدت الغسيل، يعني حطينا سبت الغسيل في نص البلكونه كده، هي تنشر على المنشر التاني وانا نشر على المنشر ده. بالليل افتح بقى عليهم الستاير. عايزه اقول لكم الظهر حرفيا بيبقوا خلاص نشفوا عايزين اللي يجيبها. وفي دوامه، عايزه اقول لكم دوامه نلم الهدوم. بنتي تطبقهم، يعني انا بغسلهم بنشرهم سوا او انا بنشرهم، بنتي بتطبقهم وتحطهم في الدواليب. في هدوم تانية بنزل تحت اغسل في الغساله. وهكذا حالنا في الصيف. اكتر حاجه في الصيف دي شرب الميه وغسيل الهدوم، حرفيا والله العظيم شرب الميه وغسيل الهدوم. اما الاكل ما بحبش الاكل التقيل اللي قوي، يعني فاهمين، الاكل خفيف. بس انا النهارده هعمل اكل تقيل. اللي هو انا بقى بعد ما خلصت قورت البتنجان. كنت نفسي صراحه اصور وانا بقور البتنجان، ولكن بقى كنت فاتحه البلكونه وكده والشباك وقاعده على راحتي كده والجو طراوه. عايزه اقول لكم بيبقى بالليل طراوه، يعني بفتح البلكونه الحمد لله وفتحت بقى كده البلكونه والشباك وقعدت كده اقور قدام التلفزيون. هما كانوا 3 كيلو بتنجان خلصوا على طول. خليت بنتي بقى تطريهم الصراحه وهي بتطريهم ايديها احمرت كده فصعبت عليا. هي طرت لي نصهم قلت لها لا طب قومي انا هطر النص تاني، بنتي الصغيره. فانا بقى قعدت كده طريتهم وقورتهم. وعايزه اقول لكم بعد ما قورت خلاص الفجر بقى كان اذن. قلت اصلي الحمد لله، اصلي الفجر وانام بقى براحتي. صحيت على الساعه 11 تمام. كانوا بقى بناتي راحوا الدروس وجوم والكلام ده وناموا بقى. بيروحوا وبيجوا ما بيحسوش بنفسهم. بتحايل عليهم كده اعمل لهم بس سندوتش جبنه كده او احمره على البوتاجاز وياكلوه. عايزه اقول لكم حرفيا بنتي بقى بتاكله تنام وهي بتاكله. ليه؟ خلاص واخدين الصحيان متاخر. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. حطوا لايكات كتير، اللي نسيت تحط اللايك تحط اللايك. هنا بقى كنت حطيت اللحمه وحطيت عليها بصل وطماطم وايه كمان، واللي هي توابل اللحمه بقى وفلفل اسمر. بس انا كنت بصور، معرفش الكاميرا كانت، انا كنت زي ما يكون بصور وشايفه وكل حاجه، ولكن ما كنتش فتحت الفيديو. فكنت فتحته بقى لما اللحمه بقى خدت ودت كده مع الطماطم والبصل حطيت عليها حطيت عليها ميه سخنه. دي جماعه لحمه راس. بصوا صراحه جوزي كان نفسه فيها فجاب لنا لحمه راس. فانا قلت بما ان جات وكده هعملها. عايزه اقول لكم انا اولادي ما بيحبوش لحمه الراس ولا الكرشه ولا الفشه ولا الكلام ده كله. انا بحبهم عادي. انا وجوزي بنحبهم، ولكن هم بيقرفوا من الكلام ده كله. فانا خبيت عليهم قلت لهم دي لحمه عاديه، انا هنا بعمل التسبيكه بتاعه المحشي. فانا الصراحه بقى بنقلهم الحتت اللي فيها بقى تبان كانها لحمه عاديه واحطها في طبق كده واديها لهم يعني، واسيب التانية بقى لنا عشان ياكلوا منها. ساعات بياكلوا وساعات بيكتشفوا الخيانه. اه والله العظيم بيكتشفوا تقولش يعني حاجه مش حلوه. عايزه اقول لكم ان ولادي ما بيحبوش برضو الفراخ البلدي خالص. لما بعمل فراخ بلدي
برضو بيفضلوا يحلفوني بقى. انا مره كنت عاملهم فراخ بلدي وحشياها فرخه بلدي كده جميله، وحشياها. انا من عشاق الفراخ البلدي والبط والكلام ده كله، لكن ولادي لا بيحبوا الفراخ البلدي ولا البط. عايزه اقول لكم بقى ايه، ضحكت عليهم قلت لهم ايه فرخه بيضه، فاكلوها. تاني مره بقى وتالت ورابع لما بعمل فراخ محشيه يفضلوا يحلفوا فيا بقى، انت عاملاها، لا دي فراخ بلدي، لا بيقرفوا مش عارفه ليه، والله العظيم ما انا عارفه ليه. فالصراحة حطيت بقى زي ما انتوا شايفين كده تسبيكة المحشي، حطيت تسبيكة المحشي. عملت ايه، بصل بقى على اللي هو، بصوا حطيت معلقة سمنة، حطيت معلقة سمنة وشوية زيت، وحطيت البصل وشوحت البصل كده، وحطيت بقى وانا بشوح البصل حطيت ايه مكعبين من المرقة. والبهارات بقى، حط البهارات بتاعتك، بهارات محشي بقى، بهارات لحمة، حط بهارات كتير على المحشي. هنا بقى كنت بغسل الرز، انا على طول بغسل الرز بتاع المحشي كده واصفيه في المصفى، وبعدين اجيب بقى واحط، احط بقى الخضره على الرز، على الكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. متحرمش منكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه في الحر ده؟ قولوا لي عاملين ايه في الحر والفرهده اللي احنا فيها دي. طبعا فرهده وحر، بصي بتحسي نفسك حرانه. اعملي بقى شويه شغل بالليل كده، بالليل بيبقى طراب. عايزه اقول لكم ان انا حطيت اللي هو التسبيكه بتاعه المحشي، عايزه تسبيكه تانية. الرز لقيته ابيض كده فعايزه تسبيكه تانية، والرز التاني ما حطيتوش اساسا، فحطيته بقى، نقلت بقى. بصوا انا فصلت الكاميرا وعملت تسبيكه تانية بسرعه بسرعه كده، لان ما بحبش الرز احمر، ما بحبش الرز ابيض يعني. ونقلت الرز كله في البوله، في بوله تانية خالص. تمام. انا بقى خلصت، يعني خلصت كده وشطبت المطبخ، عايزه اشطبه بقى. ما بعرفش اقعد احشي غير لما اشطب المطبخ من كله، مواعين اي حاجه بقى. تمام. كان في مواعين بقى اولادي بقى وهم وانا بعمل في المحشي كانوا صحيوا بقى، فقشت لهم بيض، اللي عامل نسكافيه واللي عامل الكلام ده كله يعني. فانا بقى قبل ما اقعد احشي اي حاجه بقى لازم اشطب المطبخ كله. تمام. اللحمه كانت على النار. معرفش اقعد كده احشي غير لما يكون المطبخ ما فيهوش طبق. بصوا لو في طبق مش نظيف لا اخلصه كله وامسح الرخام واخلصه كله، واطلع بقى ايه في الصاله. كان العصر اذن اساسا، غسلت المواعين وصليت العصر، لان الاكل بقى هيبقى ايه بعد المغرب. آه، عايزاكم يا جماعه كده ايه تشجعوني باللايكات، لايكات كتير بقى، تعليقات حلوه منكم. واللي دخلت كده قناتي بالصدفه اشتركي في القناه، والله العظيم مش هتندمي خالص، هتساعديني كده وايه، وهتنضمي لعيلتي الجميله وهتستفادي. وهتجبري بخاطري كده، تحطوا لي لايكات كتير ومشاركات للفيديو. ربنا كده يا رب يديمكم نعمه في حياتي، متحرمش منكم يا رب. انا كده ايه هغسل بقى شويه المواعين وانظم بقى المطبخ، يعني تنظيمه سريعه، مش التنظيمه برضو اللي هي لا، تنظيمه سريعه بحيث ان ما يكونش في مواعين خالص في المطبخ. بس كنت عايزه اقول لكم كنت حرانه بقى، المطبخ حار، المطبخ حار. وعايزه اقول لكم ان المروحه بتاعه المطبخ خلاص يعني باظت، كانت اساسا مش حلوه قوي فباظت. فخلاص يعني فين وفين بقى عم اجيب مروحه تانية وكده، حرانه. ربنا يعيننا يا رب على شغل البيت في الحر ده ويعينكم، اللهم امين يا رب العالمين. واشفي مرضانا يا رب ومرضى المسلمين جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا عايزه اقول لكم لما باجي اغسل المواعين، بصوا كوبايات كوبايات، بجيب من عندي ابني كوبايات كتير جدا، بيبقوا يشربوا كده قهوه وشاي ونسكافيه، وحاطين الكوبايات جنب منهم. الاطباق اللي فيها الفاكهه سواء مثلا عنب بقى، بطيخ، مانجا، اي حاجه. فبغسل بقى مواعين. انا بغسل مواعين كتير كتير في اليوم، مش مره واحده بس، مش مره واحده يعني، كل شويه اغسل مواعين. عايزه اقول لكم انا بسجل لكم الفيديو اهو بالليل، واتعشين عشاء خفيف كده، وهقوم برضو اغسل مواعين، مواصلين يا جماعه متواصلين. مفيش حد كده ياخدني اتفسح فسحه كده معاهم، ولا بصوا اتفسح كده ولا حاجه يا جماعه. والله العظيم عايزه اقول لكم ان انا نفسي اخرج، نفسي اخرج اقعد في حته كده فيها خضره وميه كده. طبعا ما اننا ما رحناش المصيف السنه دي يعني، شكلها كده مش هنروح، انا نفسي اروح يعني. بصوا خلصت كده المطبخ. وعملت ايه بقى، يا اما اعمل شاي وانا بحشي، يا اما اعمل قهوه بلبن، يا اما اعمل نسكافيه، اي حاجه. فانا كنت شاربه الصبح برضو قهوه بلبن، عايزه اشرب تاني. تمام.
شطبت المطبخ وكل حاجه، والبتنجان هيتحشى بصوا في ربع ساعه، مع ان ما فيش حد طالب اكل دلوقتي، وجوزي مش جاي الا بعد المغرب، كان في مشوار يعني وهيجي بعد المغرب وكده. فبصوا المزاج بقى، اعمل لي كوبايه قهوه كده سريعا كده واشربها قدام التلفزيون قدام التليفون، وامسك بقى الايه، وامسك بقى المحشي احشيه. طبعا انا سبت المطبخ زي العسل اهو، غسلت كله الخلاط وكل حاجه، كان كمان والحلل وكل حاجه. وكان كمان اللحمه على النار استوت وطفيت عليها وظبطت الملح بتاعها وطفيت عليها. اقفل بقى المطبخ واروح احشي. طبعا انا قعدت احشي فين؟ في الصاله، في الصاله. انا شايله السجاده بتاعت الصاله زي ما انتوا عارفين، فرشه مشايه صغيره اللي انتوا شايفينها دي كده، والباقي بلاط، الباقي سيراميك. ليه؟ انا حرفيا ما بحبش ادوس على المشايه حتى في الجو الحر ده، بقعد كده على الشلته اللي انتوا عارفينها اللي انا بحطها على الارض دي، ورجلي على الارض، رجلي على الارض. في الحر والفرهده اللي احنا فيها دي ما انصحكوش خالص ان انتوا تفرشوا سجاد، هي مشايات بس. صراحة قعدت كده خليت الرز احمر بقى وزي العسل، مليان خضرة كده وطعمه ولا نفسه جميل. اعملي كده التسبيكة زي ما انا قلتلك، حطي معلقة سمنة كده انت بتحبي ريحتها، شوية بصل محترمين، مكعبين من المرقة. حطي بقى توابل بهارات لحمة، بهارات محشي يكون ريحتها حلوة كده. عايزة تحطي بهارات، شوية بهارات فراخ حطي. حطي بقى ايه، ما تستخسريش يعني، المحشي بيحب البهارات. قعدت بقى كده ايه، شغلت المروحة واحشي قدامكم شوية. بعدين بقى ايه انا هكمل يعني. فجبت الصينيتين، انا هعملهم في الصينيتين دول، وهعمل برضو شوية فلفل. طبعا لازم بتنجان معاهم فلفل، إيه لان اساسا يعني ايه، عندي بنت الصغيرة ما بتحبش البتنجان قوي، بس بتموت في محشي الفلفل، فبعمل لها برضو. بس الصراحة نسيت بقى ايه اجيبه بعد ما خلصت فض رز، فعملت شوية فلفل كده قطعتهم وحشيته. طبعا هرصه في الصينيتين، المفروض كنت رصيت في 3، ولكن قلت مش مشكلة احط بتنجانية يعني، بتنجانتين 3 كده على الوش، مش هي يعني ايه، مش هيعملوا حاجة. خلصت بصوا، خلصت وحطيت البتنجان والفلفل، وكمان حطيت عليهم ايه، الشوربة بقى مدهنينة وزي العسل، او زي ما انتوا شايفين. هطلع بقى احطهم في الفرن. وكمان كنت عندي بطاطا، كنت الصراحة جايباها من زمان، مش من زمان قوي، من يومين 3 كده. كنت عايزة اعملها، ولكن البطاطا بقى عايزة ان انتي تولعي الفرن الحاجتين. يعني مثلا هتشوي السمك تحطي وراها البطاطا، هتعملي محشي او رز معمر في الفرن تعملي البطاطا، لكن تولعي لها الفرن من اولها كده لا، بتقعد كتير قوي، بتحط في صهد الحاجة كده. انا الصراحه بقى حطيتها من الاول ورا الصينيتين، حطيتها جوه كده، النار ما بتبقاش عاليه جوه. حطيتها بعد ما غسلتها، وحطيت قدام منها الصينيتين بتاعي الايه، البتنجان. حطيت الصينيتين بقى على النار كده متوسطه، وطلعت بره في الايه، في العصريه كده. انا كنت بقى حرانه، بس العصريه كان حلو، كان الجو طراوه شويه، طراوه شويه الى حد ما. فالعصر كده متعوده ان انا ايه، اقول الاذكار واسبح، يعني اسبح شويه واقول الاذكار. قلت عم بال ما المحشي ايه يستوى فوق، بس كل شويه اطلع واشوفه. لما هديت عليه بقى خالص، وقفت شويه في البلكونه كده. الخضره بقى والميه والهواء، يعني انا ببقى اقعد بقى، ادخل كده اقعد في الركنه وافتح البلكونه. طول العصريه ده قعدتي في اليوم يعني. بصوا كل يوم العصر ده قعدتي، ربنا يديمها عليا نعمه يا رب. فحطيت بقى الاكل. بصوا البتنجان تحفه، ما حبيتش بقى اغرف بصوا، ولا مواعين ولا فرهده زي ما انتوا مش غرب يعني. عايزاكم يا جماعه بقى تحطوا له لايكات كتير وتعليقات حلوه للفيديو، وتعملوا له مشاركه للفيديو. اللي دخلت كده قناتي بالصدفه ما تبخلش عليا بالاشتراك، إيه، وتعليقات حلوه منكم كده. واشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع الف سلامه.